هتكلم النهارده عن تحدي ال 200 سعاده، والحمد لله انا وصلت فيه لليوم ال 80. هتكلم في الفيديو النهارده عن ايه هو التحدي، وازاي اقدر اعمله، وازاي اقدر اوصل لل 100 يوم كلهم من غير ما اقع في ولا يوم، وايه تاثير التحدي ده على شخصيتي وعلى حياتي كلها. ليه بكتب بوست على الفيس اقول فيه ايه اللي حصل معايا، هل ينفع اكمل ال 100 يوم او ابدا في التحدي وانا عندي مشاكل في حياتي وطاقه سلبيه كتير. اسئله كتير هنتكلم عليها النهارده وهنجاوبها باذن الله. ايه هو تحدي ال 200 سعاده؟ فكره التحدي بتقول ان انا كل يوم لمده 100 يوم هعمل لنفسي حاجه بتفرحني وبتسعدني لما بعملها. الحاجه دي ممكن تكون بسيطه جدا لدرجه ان انا مش متخيله اساسا انها ممكن تساعدني او تفرحني. اي حاجه بقى ممكن اعملها، هرسم، الون، اغني، اخرج، اروح رحله، اكلم حد بقالي فتره ما كلمتوش، اعمل حاجه بحبها اكلها اشربها، اجيب حاجه حلوه واكلها لعيال صغيرين. اي حاجه انا عارفه ان الحاجه دي بتبسطني، اي حاجه تدخل تحت بند بحبها وبتبسطني. هل ينفع افرح وانا عندي مشاكل؟ ايوه، ينفع افرح وانا عندي مشاكل. احفظوا الجمله دي كويس لان هتقوليها كتير لنفسك. فكره التحدي يا جماعه ما بتقولش ان اول ما اقول لي تحدي هلاقي الدنيا كلها قلبت دباديب وقلوب وردي خالص، مفيش كده. الفكره بتقول اني بركز على الجزء الحلو اللي في يومي حتى لو كان قليل. الدقيقه الصغيره قوي دي اللي مش عاجباك في الاول، لو ركزتي عليها بنيه ولئن شكرتم لازيدنكم، انك بتشكري ربنا عليها فهتزيد، اكيد هتزيد، وهتلاقي تاثير الدقيقه دي الصغيره هو اللي اثر على اليوم كله، مش اليوم كله اللي مأثر على الدقيقه دي. سؤال جاي لي كتير قوي، هو ازاي احافظ على طاقتي الايجابيه؟ بصوا يا جماعه، فكره الطاقه الايجابيه لما يكون عند حد دي حاجه كويسه جدا، ولكن لازم اعمل توازن بين السلبي والايجابي. ما ينفعش يبقى حياتي كلها ايجابيه ولا حياتي كلها سلبيه. تمام؟ كلنا بيحصل لنا حاجات كتير في اليوم، حلوه ووحشه، بتفرح وبتزعل. الفكره هنا ان ازاي بتعامل مع المشاكل اللي بتحصل لي. هل بسيبها تسرق مني يومي وافضل طول اليوم متضايقه بسبب المشكله اللي حصلت لي الصبح في دقيقه واحده، ولا بعرف اكنترول عليها؟ طيب انا دلوقتي عايزه اعرف ازاي اوازن بين الطاقه السلبيه والايجابيه. اول حاجه في الطاقه السلبيه، في الطاقه الايجابيه، لو مشينا مع فكره التحدي ان كل يوم بعمل لنفسي حاجه بحبها وبتبسطني، ده هيعلي عندي الطاقه الايجابيه لاني مركزه على طول على الحلو اللي في حياتي. تمام؟ تاني حاجه ازاي اوازن بالطاقه السلبيه. لو ما بيحصل لي مشكله، بيبقى عندي 3 حاجات المفروض اعملهم فيها. اول حاجه اني بشوف ايه سبب المشاكل اللي عندي، سبب المشكله دي فيا انا كان ايه المشاكل اللي عندي دي، ايه اكتر سبب او ايه اكتر عاده فيا وحشه هي اللي بتخلي المشاكل دي تتكرر معايا كتير. تاني حاجه لما بيحصل لي مشكله مع حد، المفروض اشوف ادي عذر اللي قدام مني عملها ليه، ايه مبرره عشان يعملها. لما بفكر كده ببدا لما اديله عذر ان انا احس ان انا مسامحاه، فده يظبط طاقتي انا. تالت حاجه لما بيحصل لي مشكله المفروض افكر ايه الحل بتاعها مش ايه سببها. كتير مننا لما بتحصل له مشكله بيبدا يشوف انا عندي مشكله اسمها كذا، طب وكان اسبابها ايه وحصلت ليه وامتى وفين والكلام ده، ده غلط. المفروض اشوف ان عندي مشكله اسمها كذا حلها ايه. ده بيعمل توازن بين الطاقه السلبيه والايجابيه عندي. حاجه تانية كنت عايزه اتكلم عليها، هي هل ينفع التحدي اعمله على مثلا 200 يوم و300 بدل ال 100، يعني اخد فواصل في ال 100 يوم؟ انا في رايي، انا ما اعرفش الصح بتاعها ايه، بس انا في رايي اللي جربته انه احسن حاجه ليها ان 100 يوم ورا بعضهم. ليه؟ لان انا هو اسمه تحدي، يعني انا عايزه يبقى عندي اراده ان انا اكمل ال 100 يوم دول والتحدي فيهم ان هم يكملوا. فانا عامله تحدي 100 يوم ونفسي شايفاه كبير، امال لو هاخده في 200 و 300 يوم هيخلص في قد ايه؟ فانا عشان اعمل لنفسي ليميت في الموضوع ده لازم اديله ال 100 يوم بتوعه يبقوا ورا بعضهم، ما يبقاش فيه فواصل. ليه كل يوم بكتب بوست على الفيس اقول فيه اللي حصل معايا؟ الفكره مش اني بنقل اللي بيحصل معايا من البيت للفيس، هي مش كده خالص. انا بشتغل على حاجتين. اول حاجه التشجيع، بشجع نفسي لما كل يوم بكتب بوست اقول فيه اللي حصل معايا وان الدنيا فيها حاجات كتير حلوه ممكن تفرح. صحابي بيشجعوني وده بيديني حافز اني اكمل. تاني حاجه الايه اللي بتقول وما تنفقوا من خير يوفى اليكم. كل اللي بعمله مع نفسي وبدي احاول ادير غيري واعلمه له بطريقه ان انا بكتب بوست وبقول فيه حصل معايا كذا كذا، فهو بيبدا يشوف ان الدنيا فيها حاجات كتير حلوه ما كانش شايفها قبل كده، وياخد الخطوه ان هو يبدا التحدي معايا، وغيره يعمل كده وياخد خطوه شبهه. كل دول في ميزان حسناتي، وكل طاقتهم الايجابيه اللي بداوا ياخدوها وكل تركيزهم اللي اتنقل من السلبي للايجابي بيبقى في ميزان حسناتي، وطاقتهم كمان رجعت لي. جينا لاخر سؤال، ايه هو تاثير تحدي ال 100 يوم سعاده عليا؟ طبعا انا هختصرهم في النقاط عشان هم كتير جدا. اول حاجه نقل تركيز عقلي من كل حاجه مش عارفه اوصل لها ومش قادره احققها الى ان كل حاجه سهل تحصل لو انا قررت واخدت خطوه انها تحصل وتكون في حياتي. تاني حاجه حسن علاقتي باهلي وقرايبي لان كان من ضمن اسباب سعادتي في ال 100 يوم اني اصل رحمهم. تالت حاجه خلاني متفائله اكتر وبقيت اعرف اشوف ايه الحاجات الحلوه اللي حواليا وحتى لو في نفسي، واعرف اشوف ايه الحلو في اللي بيحصل لي.
طبعا انا هنا عشت في جمل كتير جدا وايات واحاديث الحمد لله كنت متعامله معاها كتير. اول حاجه مع الله كل شيء ممكن، مع الله ما فيش مستحيل، كل اللي عايزاه هوصل له، وكل اللي انا بتمناه لو سعيد ان انا اوصل له هاخده بجد. مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها مش هتقدري، وبالدليل على كده ان انا بدات في التحدي والحمد لله بكمله. تاني حاجه انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. لو ظنيت ان ربنا هينصرني هيقويني هيخليني اوصل اللي انا عايزاه هيحصل، ولو ظنيت العكس هيحصل، فانا اللي بختار. تالت حاجه تفائلوا بالخير تجدوه. لازم اتفائل ان هقدر اعمل اللي انا عايزاه وهقدر اوصل وهقدر احقق احلامي عشان هيحصل لي. رابع حاجه ودي اهم حاجه انا كنت عايشه بيها هي ولئن شكرتم لازيدنكم. دي من اروع واجمل الايات اللي تعرفي تكملي بيها وتبداي بيها تحدي 100 يوم سعاده. كل ما تشكري ربنا على الدقيقه الصغيره اللي انت بتعيشي بيها سعاده ومبسوطه فيها هتبقي متاكده وعندك يقين انها هتزيد ومش هتروح من عندك ابدا. عايزه اقول على حاجه، تركيزي على الحاجات الكويسه بيخليني تجيلي افكار كويسه. افكاري بتخليني اخد خطوات في حياتي وافعال ايجابيه تكون موجوده في حياتي. الافعال دي هي بتغير حياتي، فانا لو عايزه اغير حياتي كلها هغير تركيزي واخليه يتنقل من السلبي للايجابي. اتفقنا يا جماعه، اتفقنا انكم هتوصلوا وانكم قد التحدي وان كل اللي عايزينه هيحصل وان التحدي هيكون سبب كبير في تغيير حياتكم للاحسن ان شاء الله لو انتوا قررتوا. بس عايزه اشكر كل حد ساعدني اني اوصل لليوم ال80 النهارده، من اهلي وقرايبي واصحابي وكل حد اعرفه. مبسوطه جدا ان عملت الفيديو النهارده، ومبسوطه كمان ان هو كان سبب في سعادتي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفادوا منه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.